ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم علينا كلنا، كل سنة وانتم طيبين. اخوكم بتصبح عليكم في رمضان وبتقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. شوفوا انا عملت لكم النهارده هلبية باللبن جميلة بالمكسرات، هتشوفوها. انا حطيت اللبن على البوتاجاز، سبته يغلي، ضفت عليه السكر، وبعد ما ضفت عليه السكر استنيته لما يغلي على النار. ماشي. وبعدين قلت بقى ايه، اضيف النشا في الكوباية واقلبها. طبعا كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. طبعا طول الليل صاحيين ونمنا الصبح. ربنا ان شاء الله يجعله رمضان سعيد علينا كلنا. طبعا انتوا بتذاكروا، لازم تذاكروا عشان تنجحوا. وفي بتقول لكم ذاكروا كويس عشان تنجحوا. ماشي. اللبن اهو فار، نحط عليه بقى النشا والسكر عشان ايه تنفض بقى بعد كده. خلاص. يلا بقى حبايبي، طبعا اكيد انتوا بتساعدوا ماما في المطبخ وبتعرفوا تعملوا حاجات كتير. النشا اهي نقلبها كويس عشان بتبقى جامدة في الكوباية. لما نحطها تبقى سايلة كده وجميلة طرية، تبقى زي الزبدة. اكيد كلكم بتحبوا المهلبية، هي حاجة خفيفة، حاجة خفيفة في رمضان بتبقى حلوة. اهو اللبن خلص خلاص، وهنفض عليه بقى النشا. نقلب بقى عليه النشا عشان يتجانس كده ويبقى حلو. طبعا بنفضل نقلب شوية زي ما انتوا شايفين كده على بال ما يتجانس الخليط مع بعضه. عشان يبقى جميل ومظبوط وقوامه كويس. اهو اللبن خلص اهو، النشا بقى جميل. هناخده بقى ونطلع عشان نصبه في الاطباق. اهو الاطباق اهي والمكسرات، نحطه بقى في الاطباق كده ونزينه ونرص عليه المكسرات. تبقى اكلة خفيفة وجميلة في رمضان، وكوكو بتحييكوا بتقولكوا كل سنة وانتوا طيبين يا اصحابي، ورمضان كريم. يلا يا احبابي، كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة رمضان. كوكو بتحييكوا هي ولوزة والبطة الجميلة، بيقول لكم كل سنة وانتوا طيبين. وعملت لكم النهاردة حاجة خفيفة وجميلة، مهلبية بالمكسرات حلوة هتعجبكم، هتشوفوها دلوقتي. طعمة وجميلة، كل اصحابنا بيحبوها. يلا اهو بنفضي في الاطباق، نغرف وهنحط المكسرات على طول. دوقوها بقى، اعملوها خفيفة جدا وجميلة. اهو الاطباق اهي. دلوقتي بقى نغرف الطبق التالت الرابع. لسه كمان طبق هنغرفه عشان نضيف المكسرات. مكسرات رمضان جميلة مفيدة جدا. خلصنا خلاص. ايوه الطبق الاخير اهو، هناخد بقى المكسرات ونرشها على الوش. يلا بينا. احلى مهلبية،
احلى مهلبية. مهلبية جميلة. تاكل بعد الفطار او في السحور، مفيدة ومغذية. اهو خلصنا. هناخد بقى نمسح بس المكان كده نوضبه. ناخد المكسرات بقى نحطها على الوش. الله جميلة، كل اصحابي هيحبوها، مفيدة جدا. يلا خلاص اهو الطبق الاخير. مكسرات بنزينها بيها. مكسرات رمضان طبعا جميلة، زبيب وجوز الهند وسوداني. مكسرات مفيدة جدا. كل سنة وانتم طيبين يا احبابي. رمضان كريم عليكم علينا كلنا يا رب. اختي بتمسي عليكم وبتقولكوا كل سنة. يلا بينا. اهي شايفين قوامها جميل، طعمة بالهنا والشفا. بالهنا والشفا يا اصحابي. بالهنا والشفا يا اصحابي. جميلة ازاي، تحبوها، جميلة قوي. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلة تانية ان شاء الله.